يا دكتور، ايه الفرق ما بين المنظار والميكروسكوب وحقن القناة العصبية والتردد الحراري؟ وهل هم أحسن ولا العملية؟ كل الحاجات اللي قلناها دي كلها وسائل بنستخدمها أو طرق بنستخدمها علشان نعالج مشاكل العمود الفقري. مفيش طريقة موحدة لكل المشاكل، لأن كل وسيلة من الوسائل دي بنستخدمها في حاجة معينة. يعني ما ينفعش نفس الطريق اللي يوديني الشيخ زايد هو نفس الطريق اللي استخدمه وانا عايز اروح التجمع. اكيد لو مشيت من الطريق ده هيوديني برضو الشيخ زايد، مش هيوديني التجمع. فنفس الكلام، كل وسيلة من دي بنستخدمها لهدف معين او عشان نوصل لغاية معينة او نوصل لنتيجة معينة. فلو ما كانش العيان محتاج اصلا الوسيلة دي هتديهولنا، يبقى احنا خدنا اختيار غلط من الاول. يبقى اهم حاجة شكوى العيان، واهم حاجة الفحص الطبي، هي اللي بنفصل عليه خطة العلاج. اذا كانت تشمل جراحة من الاساس ولا لا، اذا كانت تشمل حقن ولا لا، اذا كنا هنكتفي بالعلاج التقليدي اللي هي الادوية وجلسات العلاج الطبيعي. والمناسبة دي النسبة الاغلب من العيانين. فانا بطمنكم ان اغلب العيانين اللي بنشوفهم في العيادة ما بيحتاجوش جراحة، هم في الغالب بيحتاجوا في الاول جلسات علاج طبيعي وادوية وبيتحسنوا جدا معاها. النسبة الأقل اللي بتحتاج التدخل الجراحي هي دي اللي لازم نشوفها ونفصل لها ايه اللي هنعمله، ايه نوع التداخل اللي هنعمله. زي ما قلنا، هل هو تردد حراري، هل هو الحقن، هل هو العملية، هل هو عملية بالميكروسكوب في حالة الغضاريف العنقية، هل هي عملية بالمنظار في حالة الانزلاق الغضروفي البسيط اللي موجود في فقرات القطنية. وكل ده لازم نعرف معلومة ان التداخل او العمليات هي حل اللي ملوش حل. يعني هي حل جميل وممتاز للعيان اللي ما عندوش حل. يعني اللي ما عندوش حل، يعني العيان اللي ما تحسنش لا مع الدواء ولا مع جلسات العلاج الطبيعي. نحمد الله ان بقى عندنا كل الاوبشنز دي النهارده. من 200 300 سنه ما كانتش الاوبشنز دي موجوده ولا كانت متاحه، وكان العيان اللي عنده مشكله يعني كانت بتبقى الحلول محدوده جدا. فنحمد ربنا ان احنا النهارده الحمد لله عندنا الحلول دي ونقدر نقدمها للعيانين بتوعنا علشان نفيدهم وعشان يرتاحوا. دمتم بخير، سلام عليكم.